السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الفل، صباح الهنا عليكم ان شاء الله بإذن الله. يا حبايبنا كده طالعين نفطر الطيور بتاعتنا ونسيبها شوية كده في الشمس على أساس ايه الجو كده ايه مش متظبط النهارده. ربنا يسترها وما يشتيش ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنفتح عليهم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنفتش عليهم حلو عشان ايه مفيش حاجة تدخل لهم ولا حاجة. عم ان شاء الله بإذن الله هنركب الباب للأوضة. جبنا باب اهو هنركبه ان شاء الله بإذن الله وقمنا نقلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين عايزين يطلعوا بفارغ الصبر زي ما انتم شايفين كده. بابيتهم من غير لا علف ولا ميه يتعشوا، وبابيتهم قرب العيشة كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين كده طالعين على الميه على طول. دي بواقي عيش من امبارح، احط لهم شويه علف كده. بسم الله الرحمن الرحيم. دي بواقي عيش بكسر لهم كده واحط لهم ايه شويه علف عليهم. النهارده الجو ايه زي ما انتم شايفين كده، او جايز لسه عشان احنا الصبح، يعني الوقت الساعه 7 اهي، جايز الشمس تطلع كمان شويه كده. فقلت اما اطلعهم افطرهم ونشوف كده ربنا يسهلها ان شاء الله والجو يبقى حلو النهارده. هفتح بقى ايه البوكس بتاع الباب ده خالص، احطه كده عشان لو الشمس طلعت ولا حاجه تنشف ايه المكان ده كده. جايبه لهم قشر جزر اهو برضه حطاه لهم لو عرفوا ياكلوه. صباح الفل وصباح الهنا عليكم يا حبايبنا. يا رب كده يجعلها ايام هنا وسعد علينا، ويجعل صباحكم زي القشطه وزي الهنا يا رب ان شاء الله باذن الله. انتوا عارفين انا كنت عامله امبارح للفراخ وصفه كده عشان البرد. النهارده باذن الله احط لهم دهوت اهو، دي اندوزول بمطهر معه. هحط لهم في السقايه النهارده ان شاء الله باذن الله لهم كده، بحيث ايه اللي هو يطهر معدتهم كده. انتوا شايفين كده الجو لسه ايه ما صحصحش كده. ربنا يجعلها كده النهارده الجو الشمس تطلع كده ويبقى الجو جميل النهارده ان شاء الله باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفراخ بتاعتنا مخلصه الميه اهي، ميه بالليمون اللي انا كنت حاطاها لهم. ودي العلفه برضو فاضيه اهي، تحط لهم علف اهي فاضيينها خالص اهي زي ما انتم شايفين كده. هحط لهم زي ما انا قلت لكم حبايه كده في السقايه بتاعتهم النهارده مطهر معه كده النهارده ان شاء الله باذن الله كده، عشان ايه يعني اتابعهم كده بشويه وصفات وشويه طرق كده عشان ربنا ايه يسهل ان شاء الله باذن الله، وشويه الدور البرد اللي عندهم دول يروح. هقفل عليهم بس كده عشان ايه ما يستهوش واجيلكوا تاني. شايفين البط بتاعنا اما فطر جير اهو.
انا حاطه شويه النشاره دمت من امبارح كانوا تحت الفراخ، سايباهم بايتين كده زي ما هم عشان ايه ينشفوا. انتوا عارفين يعني ايه بنشف النشاره وبعينها تاني، بحيث ايه اللي انا ببقى احطها تحت ايه الفراخ تاني يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. صباحكم زي الهنا وصباحكم زي القشطه يا حبايب قلبي، ويا رب كده ينصر اخواتنا في فلسطين يا رب ان شاء الله باذن الله كده، وينصر المسلمين في جميع انحاء العالم يا رب ان شاء الله باذن الله كده، ويجعل ايامنا كلها هنا وخير وسعاده علينا وعليكم وعلى امه لا اله الا الله اجمعين يا رب العالمين. وقت الساعه 7 هي يا حبايبي. انا طلعت لهم النهارده ايه بدري شويه، لان انتوا كنتوا عارفين الفراخ بتاعتنا امبارح حاطه لهم اللي هي وصفه الليمون على البصل على التوم دهيت. النهارده بقى ايه خلصوها، كنت سايباها قدامهم يعني، خلصوها هي، ما حطيتلهمش اي حاجه تانية، عامله زي ما انتوا شايفين كده فضوها خالص اهي. انا كنت عايزه كده، كنت مقللها لهم مخصوص علشان ايه تبقى التركيز بتاعها عالي يعني وكده. هحط لهم بقى حبايه كده مطهر معه برده في الميه، واحط لهم العلب بتاعهم، مخلصين علف اهو برده. لهم شويه عيش برده كسرهم لهم. العيش بساد يا جماعه، العلف انتوا عارفين العلف غالي كده، بس انا بجيب العيش هنشفه واكسره زي ما انتوا شايفين كده اهو، بيساعد مع العلف. عامله لهم السقايات دهيت واكمل لهم الجردل، بس ما اخلص معاكم تصوير اللي انتوا عارفين انا يعني ايه ما بعرفش وانا بصور اعمل اي حاجه. مادام الواحد اخد البط بتاعه على حاجه من هو صغير كده بياخد على، لو انت مثلا ما اخدها على علف بس كده وما معوش اي حاجه الا العلف، عمره في حياته ساعه ما يعني يكبر مش هيرضى ياكل معاك اي حاجه الا العلف. اما انتوا عارفين بقالي اسبوع او 10 ايام كمان بحط لهم ايه عيش متكسر زي دي مع العلف. والعيش برضو فيه فوائده يعني، ما هوش برضو فيه يعني بسم الله ما شاء الله يعني غذاء لهم، والبط بيجي عليه يعني. حتى لو انت مثلا مش عايزه تجيب علف او حاجه او ما معكش امكانيات تجيب علف، ممكن تجيب العيش ده تنشفيه وتكسريه على شويه رده على شويه دش، مش مهم علف يعني. بس بما ان اللي انا يعني جايب علف للفراخ بتاعتنا، فانا ببقى احط لهم حفان كده علف من ايه من العلف بتاع الفراخ على العيش. صباحكم زي الهنا وصباحكم زي القشطه حبايب قلبي، دي كان يوم معاكم النهارده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.